السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا في الفيديو اللي فات اتكلمت فيه عن ايه السبب الاساسي اللي خلانا شلنا الغده الدرقيه، وايه الاسباب اللي بتخلي كل حاجه في جسمنا تعبانه وما زلنا تعبانين وحاسين بالارهاق وبالتعب وبالخمول وبالالم في العظام. ان هي سببها الالتهابات اللي موجوده في الجسم، وسببها مشاكل صحيه احنا بنعملها، احنا اللي جبناها لنفسنا، عادات سيئه غير صحيه احنا اللي عملناها في نفسنا. انا النهارده بقى هتكلم على الامراض المناعيه كلها، مش الغده الدرقيه بس، لان الغده الدرقيه ده جزء من كل الاجزاء او كل الامراض اللي بتجيلنا بسبب التهابات الجسم او بسبب جهاز المناعه اللي استهلك وانهك من كتر العادات السيئه اللي احنا بنعملها، وعدم الغذاء الصحي وعدم الحياه الصحيه اللي احنا عايشينها. ايه هي الامراض المناعيه المزمنه دي؟ زي من بدايه من السرطان، غده درقيه، ذئبه حمراء، روماتويد، ايه تاني، الفايبروميالجيا، امراض كتير. كل الامراض، كل حاجه بقى موجوده دلوقتي، وكل الدكاتره اللي بيقولوا ان كل الامراض دي ملهاش علاج، مستحيل، مفيش حاجه اسمها ملهاش علاج. ما دام جات لنا او جالنا المرض يبقى ليه علاج، لان ربنا خلق لكل داء دواء. فما فيش، محدش يقنعني ابدا ان اي مرض مناعي خلاص احنا هنفضل مسلمين بيه طول عمرنا. حتى السكر، برضو السكر من النوع التاني، برضو ده مرض مناعي، لان الجسم عندنا من كتر السموم ومن كتر استهلاكه للنشويات وللسكريات والزيوت المهدرجه والحاجات كتير قوي، عادات صحيه، عادات سيئه غير صحيه، هي اللي خلتنا جالنا السكر، وهي اللي خلتنا جالنا كل الامراض دي. فمادام في مرض يبقى في داء، يبقى اكيد ربنا خلق له دواء، بس الدكاتره بتستسهل عشان الله اعلم، ربنا يعني الا من رحم ربي. في دكاتره كتير محترمه، في دكاتره كتير بتنصح اكلك ايه، نومك ايه، شربكم ازاي، حياتكم، اللايف ستايل اللي احنا عايشينه عامل ازاي. فالامراض المناعيه ده جزء من امراض كتير قوي 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 بتحصل لنا. ايه هي بقى سببها؟ الامراض المناعيه المزمنه هي امراض بتتعلق بنظام المناعه في الجسم. بيقوم جهاز المناعه بمهاجمه اجزاء من الجسم، بدل من مهاجمه العوامل المسببه للمرض، لا هو بيهاجم الاجزاء زي الغده الدرقيه، زي الكلى، زي الكبد. جهاز المناعه بيبتدي ان هو ما يتعرفش على، من كتر السموم اللي موجوده في الجسم والمعادن الثقيله والالتهابات اللي موجوده في الجسم، فما بيتعرفش ان ده جهاز غده درقيه، لا هو بيعتبره جهاز غريب او جزء غريب، فبيبتدي يضربه، تبتدي تجي لنا مشكله في الغده الدرقيه، شويه يجي لنا روماتويد في جهاز كل دي برضو امراض مناعه، الذئبه الحمراء امراض مناعه. كل ده بسبب ايه؟ بسبب ان جهاز المناعه دلوقتي ابتدى ان هو في خلل. ايه هو الخلل؟ بسبب حاجات كتير قوي 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 متركبه على بعضها، ادت ان جهاز المناعه عندنا يضعف ويعمل فينا كل ده. فاحنا بايدينا هنصلح ده كله، وهنقول لكم كمان ايه العلاج في الاخر. طبعا انا مش دكتوره ومش بفتي، بس انا بحكم ان انا شايله الغده الدرقيه وبقالي 7 سنين بعاني من مشاكل صحيه، فابتديت افهم واعرف انا كانت مشكلتي كلها انا بتكلم في ايه او بدرس في ايه او ببحث عن ايه، عن الغده الدرقيه. بس لقيت قدامي كتير اسباب هي اللي ادت لكل الامراض اللي عندنا دي بما فيهم الغده الدرقيه. فانا حبيت برضو انور عندكم كده زي ما نورت عندي ان الامراض المناعيه المزمنه ايه سببها. سببها التهابات الجسم، سببها العادات السيئه الغلط اللي احنا عايشين بيها. في عده اسباب للامراض المناعيه المزمنه. ايه هي؟ اولا العامل الوراثي، التغيير الهرموني، البكتيريا والميكروبات والجراثيم والبيئه المحيطه حوالينا، كل ده بتسبب برضو سموم في الجسم، وبتسبب برضو لان جلدنا نفسه بيمتص كل الميكروبات وكل الجراثيم والبكتيريا اللي موجوده. احنا على جلدنا ده في بكتيريا نافعه، في بكتيريا ضاره. فاحنا دلوقتي لو مفيش نظافه شخصيه، مفيش عنايه، البيئه اللي حوالينا مش نظيفه، هتبصوا تلاقوا البكتيريا الضاره اكتر بكتير من البكتيريا النافعه. عشان كده بيجي لنا ذئبه حمراء، عشان كده بيجي لنا صدفيه، عشان كده بيجي لنا اكزيما، عشان كده بيجي لنا امراض جلديه كتير، عشان كده بيجي لنا مشاكل صحيه، ثعلبه. كل ده بسبب البكتيريا والجراثيم والبيئه اللي حوالينا. مش معنى ده ان احنا مش نضاف في بيوتنا، لا، مش بتكلم في كده. انا بتكلم البيئه المحيطه من عوادم سيارات، من تراب، من جو، من اتربه، من مبيدات حشريه بتترش في الجو عشان تقتل مثلا البعوض، بتترش كمان على الزرع. كل ده بيطير، بيلف مع الهواء واحنا بنتنفسه وجسمنا بيتنفسه. فكل دي معادن ثقيله، وكل دي بكتيريا وميكروبات في جسمنا. وأسوأ شيء بقى بيجيب من الآخر، لو كل العوامل دي موجودة عندنا بس العامل الأخير ده هو اللي مش موجود،
مش هيحصل لنا اي امراض مناعيه، مش هيحصل لنا اي كوارث من اللي احنا بيحصل لنا من ذئبة حمراء، روماتويد، صدفية، غدة درقية، سرطان، أعزكم الله. كل الأمراض اللي بتحصل دي السبب الأخير ده إيه هو؟ العامل النفسي، التوتر، الضغط النفسي، الاسترس اللي احنا عايشين فيه على طول بسبب المجتمعات اللي موجودة، الغلا والحروب والمشاكل الصحية ومشاكل الحياة ومشاكل الضغوط النفسية والضغوط الأسرية. كل ده بيحصل بسبب الغدة الدرقية، وبسبب الامراض المناعيه، وبسبب الضغط العصبي، وبسبب التوتر، وبسبب حاجات كتير قوي 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 احنا عايشين فيها. فالتوتر والضغط العصبي لو مش موجود مش هيجي لنا كل الامراض دي. فطبيعي مفيش حد فينا ما عندوش ضغط وتوتر وما عندوش بلاوي كتير قوي كده وشايل شنطه حلوه كده على قلبه، ان فيها اللي عندها مشاكل في صحتها مع اولادها مع جوزها مع عيالها، في الحياه، في المصاريف، في الشغل. كل واحد فينا وليه الهم بتاعه، وكل واحد لينا عنده الضغط العصبي والنفسي بتاعه. فاحنا نحاول ان احنا نبطل استرس وضغط عصبي كتير علشان على الاقل نرحم نفسنا، لان الجسم ده نتيجة صنع يدينا. يعني ايه النتيجة؟ كل اللي احنا حاسين بيه ده نتيجة صنع ايدينا. ازاي؟ اني انا مبسوطة وفرحانة والبيئة اللي حواليا تمام، وانا بحاول اهيئ لجسمي ولحياتي الحياة على قد ما اقدر وباقل الامكانيات وعلى قد التكاليف وباقل التكاليف وعلى قد امكانياتي اقدر اهيئ لجسمي البيئة الصالحة اللي يقدر ينمو فيها، مش هيحصل لنا امراض. لكن لو احنا خدنا كل حاجة على اعصابنا وخدنا كل حاجة بشكل كبرنا الموضوع اكبر، انا معاكم ان احنا في اوقات ما بنقدرش تفلت مننا اعصابنا وبنبقى غصب عننا بنتوتر وبنضغط، لكن صدقوني ده سبب اساسي في الامراض بتاعتنا. يعني انا المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات ذكرته، دلوقتي بذكر التهابات اللي في الجسم، العادات السيئة الغلط اللي احنا بنعيشها، الاكل الغير صحي، نظام الحياة الغير صحية. حط بقى على ده كله فوق رأس القائمة بتاعتهم الضغط العصبي والتوتر والنرفزة والعصبية، وشيل الهم. العامل الوراثي كمان وده أساسي. يعني ممكن أمي ستي ما بقاش عندهم عوامل الوراثية دي، العوامل الوراثية دي ما تكونش موجودة عندهم بالأمراض المناعية. ممكن يكون من سابع جد يكون عنده الأمراض المناعية دي، ممكن يكون عايش ومات بيها وما يعرفش أصلا. فاهميني؟ فبرضو العوامل الوراثي بتتنقل جينات، عندنا جينات في جسمنا، كلنا عندنا جينات سرطان، كلنا عندنا جينات كل الامراض. بس انت بتغذيه ازاي؟ بتغذي جسمنا ان احنا ناكل اكل صحي ونعيش حياه صحيه وننام بدري ونشرب ميه ونمشي في الهواء ونتنفس كويس. هيحصل مش الجين بتاع المرض ده او الجين المرض المناعي مش هينشط عندنا. لكن لو احنا عملنا عكس كل اللي انا قلته ده هتلاقوا اي امراض بتحصل عندنا والجينات بتبتدي تشتغل بالظبط كده. كل عاده سيئه بنعملها بتخلي حياتنا بتفقد من قدرتها على المقاومه والاحتمال للامراض، وجهاز المناعه بيفقد من مقاومته لاحتماليه الامراض بسبب الامراض الوراثيه وسبب الضغط العصبي. وهفضل اقول لكم في كل فيديوهاتي الالتهابات الزياده والمتكرره في الجسم بسبب العادات السيئه، سكر، نشويات، زيوت مهدرجه، مقليات، جنك فود، الاكلات الجاهزه، كل ده سبب التهابات الجسم بسبب امراض المناعيه. خفوا من الحاجات دي ومنعوا الحاجات دي، صدقوني هتفرق معانا كتير قوي، هنخف ومش هيجي لنا اي امراض. وزي ما بقول لكم العامل الوراثي، ما دام العامل الوراثي جه عندي انا ان انا عندي مرض مناعي ما، يبقى خلي بالكم هيبقى عند اولادكم لو احنا برضو ما اهتمناش باكلهم وبشربهم حياتهم وابتدينا نبنيهم من صغرهم على العادات الصحيه السليمه، مش العادات الغذائيه او العادات السيئه اللي تخلي جسمهم بعد كده يجيلهم امراض مناعيه. برضو في الامراض الهرمونيه بتلعب، هرمونات الغده الدرقيه بتلعب، هرمونات الذكوره والانوثه بتلعب دور مهم جدا جدا في حياتنا وفي صحتنا وفي الامراض المناعيه عندنا. لو احنا الهرمونات عندنا مش منتظمه ومضطربه لاي شيء ما، برضو بيحصل عندنا المشاكل الصحيه دي. انا كده يعني قلت لكم جزء مبسط قد كده صغير من سبب الامراض المناعيه بتجيلنا ليه. انا الفيديو كده بتاعي خلص، مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، بس عندي كلام كتير قوي قوي عايزه اقوله، لكن ان شاء الله هقولها لكم في فيديوهات تانية. لو انتوا عجبكم الفيديو بتاعي واستفدتوا منه حاجه اكتبوا لي تعليق ليه بالفيديو تحت الفيديو. ولو اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. انا كاتبه في التعليقات في الفيديوهات القديمه رقم الواتساب بتاعي، اللي عايز اي سؤال او اي حاجه يكلمني على الواتساب، وان شاء الله هتلاقوني انا برد على كل الناس. والسلام عليكم.